كان واحد الطفل مسكين توفات الأم تاعو. بعد مدة من الزمن الأب عاود الزواج وجاب زوجة ثانية. المهم بعد 3 سنوات أو 4 الأب جبد ولدو داه وحده وسقساه: يا ولدي غادي نسقسيك وما تكذبش عليا. قال له: ولده باينه يا بوي ما نكذبش عليك، علاش نكذب عليك؟ سقسيني ونجاوبك صراحه برك. قال له: شكون اللي خير، امك الاولى ولا امك الثانيه؟ زعما امك ولا مرت بويك؟ انتوما كما تعرفوا غادي يجاوبه باللي الاجابه تاعو تكون باينه، معناتها امه خير. قال له: ودي يا بوي امك كذابه. استغرب الاب تاعو: كيفاش امك كذابه؟ فهمني. قال له: ما كانت تكذب عليا، كانت تقول لي شري لي وما نبغيش نشري لها، تقول لي والله وما تشريش اليوم تبات برا، وبالعكس كنت نبات في الدفا، نبات في الحضن تاعها. كانت تقول لي هاك جيب لي ذيك ولا دير لي ذيك وما ندير لهاش، وتقول لي والله هي اليوم نتعشى، وبالعكس كنت انا اللي نتعشى الاول، كانت تكبر لي الخبزه، ولا ما تعشيتش انا ما كانش تتعشى هي بينا كاع. لكن زوجة الأب: زوجتك يا أبي تقول لي كي نقول لك والله اليوم تبات برا كنت نبات برا، كي تقول لي اليوم والله ما تتعشى ما نتعشاش، صح، ونزيد ما نفطرش. شوف الفرق، أما كانت تكذب عليا، ولكن زوجة تاعك ما تكذبش، إلا قالت لي ما نتعشاش ما نتعشاش. يقول لك تهلا في الوالدين ورضا بالعيش، ولا رضى عليك ربي، عرف باللي رضات عليك أمك الحنانة. ويقول لك اللي تموت امه يتوسد العتبه، واللي يموت بويه يتوسد الركبه. هذه حوسوا عليها وفهموها مليح، وتهلاو في الام، كل واحد يتهلا في الام تاعو. اللي الام تاعو متوفيه ربي يرحمها برحمه الله الواسعه ويقدس روحها في الجنه ان شاء الله. هذا دعاء اليوم نتفكروا كامل الامهات. واللي امها حيه ربي يطول في عمرها، واللي امها مريضه ربي يشافيها ويخليها لها ان شاء الله. يا خوتي نخليكم، بارك الله فيكم، سلام.